في الفيديو النهاردة هنتعلم ازاي نبقى سعداء وازاي اقدر اعيش سعيدة. هل في يوم سألتي نفسك هو انا ليه مش سعيدة؟ ليه انا مش حاسة بالفرحة اللي محتاجة احس بيها؟ ليه دايما في حاجة جوايا ناقصة؟ ليه اللمعة اللي جوا روحي انا دايما مش بحسها؟ ومش هي دي الفرحة اللي انا ببقى دايما مستنياها، مع ان ممكن تكون حياتك مليانة تفاصيل فعلا تفرحك، وفعلا تكون هي ممكن سبب للسعادة، وتقدر ان هي توصل الفرحة جواكي، بس انت بالرغم من ده كله انت دايما بتحسي انك مش سعيدة. لان السعادة يا ست الكل هي احساس داخلي انا بعيش بيه جوايا، والاحساس ده بيتبني جوايا وبيتبني جوه روحك خطوة بخطوة. هي ما بتجيش مرة واحدة انا يلا هي هبقى سعيدة فببقى سعيدة. هي السعادة احساس بيتبني جوه الروح لحظة بلحظة، وطول ما انا رابطة سعادتي بحدث او بشخص او بموقف او بحاجة انا عايزاها، عمري ما هحس بالسعادة. الحاجة دي هاخدها وبرضه مش هحس بعديها بالسعادة. فيبقى أول حاجة حضرتك بطلي إنك تربطي حياتك وإحساسك بالسعادة بحاجة معينة ملموسة، سواء بشخص أو بموقف أو بشيء أنت طالباه. السعادة قرار قبل ما تكون ظروف. السعادة هي قرار داخلي لحضرتك قبل ما تكون ظروف. في ناس كتير قوي 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 مستنية إني لما ارتبط أكيد هبقى فرحانة قوي، إني بنجاحي الفلاني هو ده أكبر حاجة ليا هتبقى سبب السعادة، اني لما اروح المشوار الفلاني، لما انقل الشقه الفلانيه، لما اخس، لما مش عارفه اشتري الفستاني. مش هو ده سبب السعاده. ممكن ده كله برضو يحصل، تلاقي نفسك جواكي لو انا الحاله من جوايا، روحي من جوه مش مقرره ان هي تبقى سعيده، مش هنعرف نحس بكل ده. السعاده يا ست الكل هي حاله حضور، هي حاله حاليه انا عايشاها. فالحاله دي لو حضرتك عايشاها بفرح وبرضا، هي دي السعاده. انك تعيشي دلوقتي وتقدري تقولي ان انا كده فرحانه. ليه؟ لاني مقدره كل اللي عندي، مقدره كل حاجه وكل تفصيله صغيره في حياتي انا مقدراها، وفعلا دي محسساني بالسعاده. تعالي في وسط يومك اعملي حاجه ليكي انت بتبسطك، وحاجه على فكره تبقى صغيره، مش لازم تبقى حاجه كبيره، ومش لازم يبقى الهدف هدف طويل قوي. حاجه ليكي بسيطه فعلا بتبقى مفرحاكي. زي انا بحب اشرب فنجان القهوه بتاعتي الصبح وانا قاعده في الفراندا بتاعتي، او في البلكونه، او وانا قاعده في اوضتي وانا على سريري. اعمليها لو دي بتفرحكي، اعمليها. انا بحب القرايه، اقري 5 دقايق 10 دقايق حسب وقتك وحسب ظروفك، اقري. انا بحب ارسم، لا ده انا مش برسم، انا بس بحب امسك الورقه كده واشخبط. امسكي وشخبطي وطلعي الطاقه اللي جواكي فيها واعمليها. إيه، انا بحب انزل اتمشى، دي اكتر حاجه، ان انا اشوف الشارع كده واشوف النور والشمس واشوف نور ربنا، ده بيفرحني. انزلي اعملي ده، انزلي تمشي 5 دقايق ولا 10 دقايق، لان الاحساس بالسعاده هو حاله انت بتبقي عايشاها. اقري دايما الحاجه اللي انت بتبقي محتاجاها. زي عارفه كده اللي هو هقولها لك بكل بساطه، اقري نفسك ايه اللي انا بعمله، وفي اللحظه دي وانا بعملها ببقى مبسوطه قوي. وهي دي بدايه حاله السعاده. بطلي المقارنات، بطلي المقارنات. بلاش تقارني نفسك بالناس اللي حواليك، قارني نفسك بحالك. وبلاش دايما مقارنات. اللي هو عايز اقوله لكم اللي هو ايه، كل الحاجات اللي على السوشيال ميديا مش هي دي الحقيقه. ده بلاش تقارني نفسك بفلانه على السوشيال ميديا. بطلي المقارنات وركزي على رحلتك انت، مش رحلة حد تاني. ركزي على حياتك انت، مش حياة حد تاني. طول ما انت مركزة في حياتك انت بس، هتلاقي الدنيا دايما افضل. اختاري كمان دوائر الدعم اللي حواليكي، اللي تكون الناس اللي فعلا هم بالنسبة لك يبقوا دعم. يعني اختاري الناس اللي بتحبك فعلا من قلبها، الناس اللي فعلا بتشجعك دايما على النجاح، الناس اللي بتبقي قاعدة معاهم بتبقي اهدى واقوى واحسن. ابعدي عن الناس اللي طاقتهم دايما سلبيه، ابعدي عن الناس اللي مش بيحبوك، ابعدي عن الناس دايما بيحسسوكي انك قليله، دول ابعدي عنهم. طب لو انا الناس الداعمه دي مش موجوده اعمل ايه؟ خليكي انت الداعمه لنفسك، خليكي انت اللي كل يوم تقارني نفسك بالنهارده وبامبارح ومن اللحظه اللي فاتت انا كنت ازاي، وكوني دايما انت الداعم لنفسك. لو عملتي كده، ده اول حاجه هتخليكي دايما حاسه بالسعاده. اسألي دايما نفسك هو أنا إيه اللي ممكن أعمله، والحاجات دي تبقى صغيرة على مدار يومي تخليني فرحانة، واعمليها. زي ما قلنا ممكن يكون مشوار صغير بحب أعمله، بنزل أقعد في كافيه معين، بنزل أشرب كوباية شاي وأنا في بيتي، بقعد مع حد، بعمل مكالمة تليفون لصاحبتي وبتبقى المكالمة لذيذة. شوفي انت ايه اللي بتحبي تعمليه في يومك ويغير مودك ويخليكي أفضل، هو دوت سبب السعادة.
يبقى السعادة يا ست الكل هي حالة انت اللي بتوصلي لها. السعادة ما هياش جاية من الظروف، السعادة هي قرار وحالة انت اللي بتعيشيها وانت اللي بتقرريها. مستنياكوا تكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتعمليها بتحسسك بالسعادة، ونهاركم كله سعادة ومحبة.